ليه كل مرة بتقرر تخطط فيها لحياتك بتعوز تعمل حاجات كتير مرة واحدة؟ تذاكر، تتعلم بودكاست، تتعلم برمجة، تتعلم مونتاج، تتعلم حاجات كتير في وقت واحد، حاجات ما ينفعش ان انت تتعلمهم مع بعض اصلا، وتحس في الاخر انك تايه. طب لو قلت لك ان انت تقدر تعمل كل ده، والحل في الفيديو ده. انا عارف ان انت ممكن تكون سمعت الكلام ده قبل كده، بس التخطيط عبارة عن ان انت بتحط هدف ليه شروط معينة. الشروط ديت ان الهدف يكون سبيسيفيك، هدف محدد، يعني انت تكون عارف انت عايز تعمل ايه. تاني حاجة في الهدف انه يكون واقعي، يعني هدف انت تقدر تحققه، امكانياتك تخليك اللي انت تقدر توصل لمهام الهدف ده وتقدر تحققها. وليه وقت محدد، يعني الهدف ليه ميعاد بداية وميعاد نهاية يخلوك تقدر اللي انت تنجز الهدف ده في الوقت اللي انت تحطه فيه. يعني ما ينفعش تقول انا عايز اطور نفسي، ده هدف مش محدد. انت ممكن تقول انا عايز اسمع البودكاست ده في خلال الاسبوع ده مثلا، او عايز اسمع الكورس ده، او عايز اتعلم الحاجه ديت في خلال الوقت ده. اما تقول ان انت عايز تطور نفسك او ان انت عايز تتعلم حاجات جديده يكون ده عنوان الهدف، ده مش هدف محدد، ده هدف مش واقعي، انت مش هتعرف تحققه. الهدف اللي انت تقدر تحققه هو الهدف اللي ينطبق فيه شروط الهدف اللي هي سمارت، سبيسيفيك، ميجرابل، وتايم باوند، محدد بوقت. ايه الاهداف اللي انت تقدر تحققها؟ لكن خلينا نتكلم بصراحه، انت ممكن تحط اكتر من هدف في وقت واحد وفي الاخر تتشتت وتكون تايه وتقول طب انا ما بعرفش احقق اهدافي ليه؟ طب ما انت اللي بتحط اهداف كتير في وقت واحد، الاهداف بتمشي توالي، انت بتخلص هدف وتبدا في مهام الهدف التاني. اما الاهداف اللي بتمشي مع بعض والمهام اللي بتخلص في وقت واحد دي مستحيل تكون انت مركز فيها، او مستحيل الاهداف ديت توصلك ان انت تكون عملت حاجه كبيره. هي ممكن تزقك شويه بس انت مش هتوصل في الاخر ان انت تكون عملت حاجه كبيره، لان انت هتتشتت كل شويه منك هيروحوا في مكان، فانت هتلاقي نفسك تايه. اما تجمع الحاجات دي في الاخر مش هتلاقي نفسك وصلت لحاجه كبيره انت كنت عايز. لو انت كنت ركزت في هدف واحد او في حاجه واحده ومشيت فيها طريق طويل شويه، ممكن تكون انت كنت حققت حاجات اكتر من اللي انت وزعت طاقتك في اكتر من مكان. وهنا مشكلتين احنا اتكلمنا عليهم: الاحباط اللي انت تلاقي نفسك بعد ما انت تعبت طلع عينك فعلا تلاقي نفسك انت ما عملتش حاجه، لان انت مركز في اكتر من مكان. انت فعلا حققت حاجات بس انت هي حاجات صغيره في اكتر من مكان، فانت مش حاسس ان انت جريت او اللي انت مشيت في الطريق اصلا او بدات فيه. تاني حاجه ممكن تواجهك التشتت، لان انت بتشتغل على اكتر من حاجه في نفس الوقت، دي عايزه حاجه ودي عايزه حاجه ودي عايزه حاجه، فانت لما تجمع الثلاث حاجات دول ما لهمش اي علاقه ببعض تلاقي نفسك تايه، فتلاقي نفسك محبط مش عايز تكمل. انا اوضح لك الصوره اكتر. انت دلوقتي لو معاك 5 زراير، كل زرار مسؤول ان هو ينور لمبه واحده، وانت ما تقدرش تضغط على زرار واحد. فانت لو وزعت طاقتك على ال5 زراير وبدات تضغط هتلاقي نفسك ما وصلتش لمرحله ان انت تنور اي لمبه. بس انت لو ركزت طاقتك وجهدك اللي انت تضغط على كل زرار لوحده هتوصل لمرحله ان ال5 لمبة هينوروا معاك. وده اللي بيحصل في الواقع في اهدافنا، ان احنا بنشتت نفسنا في اكتر من حاجه في وقت واحد، وبالتالي نلاقي نفسنا بنتوه وبنتشتت، لان طاقه الانسان الطبيعي مش هتخليه يتعلم برمجه ويتعلم مونتاج ويتعلم موشن جرافيك في نفس الوقت. دي حاجات مستحيل، انت هتتوه هتتعب. بس في اهداف جانبيه تمشي مع الاهداف الاساسيه. انت لو بتتعلم لغه جانبيه جنب مهام الاساسيه ده مش هيفرق معاك كتير، ده اهداف سهله. اللي انت مثلا تتعلم لغه دي حاجه سهله، بحيث ان انت تطور الكورسات او تطور من الكورسات اللي بتاخدها فتتعلم المهمه الاساسيه اللي انت عايز تتعلمها اسرع. بسيط، اسال نفسك ايه الهدف اللي انا لو ركزت عليه خلال ال3 سنين الجايين هيغير في حياتي. حدد اولوياتك واختار هدف كبير تبدا فيه. قسم الهدف ده لمهام بسيطه بحيث ان انت توزعها على الشهر، مهام الشهر دي تتوزع على مهام اسبوعيه، ومهام الاسبوع تكون موزعه على ال7 ايام بتوع الاسبوع. ولو عايز تطبيقات تساعدك ان انت تحدد اهدافك، من افضل التطبيقات اللي انا استخدمتها تطبيق تيك تيك. التطبيق ده فيه كالندر وفيه بيحدد لك الاهداف بناء على الاولويات، وفيه لو انت مشتت زي حالاتي اللي انت تستخدم البومودورو تكنيك. هو مجمع لك كل الحاجات دي في تطبيق واحد. ولو انت مش معاك رسوم الاشتراك ممكن تستخدم نوشن بحيث ان انت ترتب اهدافك وترتب مهامك، وفي نفس الوقت تستخدم الكالندر بحيث ان هي تظبط لك وقت. افتكر دايما ان الناجحين مش بيعملوا كل حاجه مره واحده، الناجحين بيركزوا على هدف واحد ويفضلوا مستمرين فيه لفتره طويله. وفي الاخر خليك صبور وابدا بخطوات صغيره كل يوم وهتحس بالفرق ان شاء الله. وافتكر دايما ان الرحله ليك مش عليك.